الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا معاشر الإخوة الكرام والزوار الفضلاء يسرنا في هذا اليوم، مساء هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للسادس من شهر شعبان عام 44 و400 وألف، يسرنا أن نلتقي جميعا في هذا اللقاء في زيارتكم لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريقكم إلى العمرة، أليس كذلك؟ والتي نسأل الله جل وعلا أن يتقبلها منكم ويتقبل منكم زيارة مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. يسرنا معاشر الأحبة أن نلتقي في هذا اللقاء، والذي أحب أن أذكر نفسي فيه أولا قبلكم ثم أنتم، لأنكم أحبة في الله، وما جاء بكم إلينا إلا المحبة في الله تبارك وتعالى، فما زرتمونا إلا بسبب ذلك، وإنا لنرجو أن يكتب الله جل وعلا لكم الأجر الوارد في هذا الباب. ألك من نعمة أو هل لك من نعمة تربها إليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله يحبك كما أحببته فيه. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعلنا وإياكم من المتحابين فيه والمتزاورين فيه سبحانه وتعالى. إخوتي وأبنائي من أدرار وفي كل مكان يطلع عليه ليل ونهار ممن يبلغهم كلامنا ويسمعونه، نتواصى فيما بيننا وبينهم بالحق والصبر عليه، بالحق والدعوة إليه والصبر على الأذى اللاحق فيه. وهذا يا معاشر الأحبة في هذا الزمان نحتاج إليه جدا، وإن كانت الحاجة في جميع الأزمنة، لكن في هذا الزمان أكثر. وإنا لنعلم علم اليقين أن من الأسباب العظيمة في حصول الخلل بين أهل العلم وبين طلاب العلم وبين أهل البر والخير والاستقامة، نعلم أن أعظم سبب دخول المتسلقين في هذا الباب، أعني المتسلقين على العلم وعلى سلم العلم وهم أجانب عنه ودخلاء عليه، فهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون، ويثيرون من الفتن أكثر مما يطفئون، ويأتون بأنواع من الشرور أكثر مما يجلبون من الخير. ولذلك كان لزاما علينا معاشر الأحبة في هذه الأيام بالذات أن نعرف الأصيل من الدخيل، وأن نعرف المعلم من المتعلم، وأن نعرف المسلم من المتسلق، وأن نعرف المتلبس من الصادق، وأن نحذر كل الحذر من اندساس المندسين، فإن هذا قد رأيناه وشربنا من كأسه المر، ورأينا بلاياه العظيمة، والسبب فيه إما الاندساس وإما قلة العلم. أما الاندساس فلا يسلم أهل الخير في كل زمان ومكان، إذا رؤي الخير فيهم ورؤي انتشار الخير فيهم واشتداد عودهم واجتماع كلمتهم وائتلاف قلوبهم، أهل الباطل يسوءهم هذا، وقد حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق. وإنما يفعل ذلك من يفعله ممن اندس في صفوف أهل الصدق من أهل الإسلام والإيمان، ليرى الفرقة والنزاع التي يبذر بذورها، فيسعد باجتناء جناها الذي يهدف إليه، وهو الفرقة بين أهل الحق والخير والهدى. فهذا الذي يسعى إليه أهل الباطل في كل زمان ومكان، ولا يعيننا بعد الله عليهم إلا العلم، فإننا بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا العلم نكشف باطلهم ونهتك أستارهم ونفضح خططهم ونخيب آمالهم التي بنوها والتي أملوها في حصول ما خططوا له
بين أهل السنة والجماعة، أهل السنة والأثر، أهل السنة والحديث. هذه الطائفة المنصورة ظهر لها ولله الحمد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من النصرة في هذه الأزمان المتأخرة على أيدي علمائها طلابهم الصادقين. ظهر عزهم وظهر نورهم، وذلك بسطوع بدرهم الذي أضاء في الدنيا وطلوع شمسهم التي أشرقت على الدنيا كلها، فغاض ذلك أهل الفتن وساءهم، ولم يزالوا يتلبسون كل يوم بنوع من أنواع الألبسة التي يحاولون أن يتخفوا تحتها بين أهل الإسلام والسنة ليعملوا معاول الهدم فيهم. فيا أحبتي، الله الله بالفقه في دين الله، احرصوا كل الحرص على الفقه في دين الله ومعرفة ذلك، فإن الفقيه الواحد يحيي الله به البلاد والعباد. واليوم نحن نرى قراء في كثير من الدنيا ولا نرى الفقهاء، ونرى الوعاظ والقصاص ولا نرى المعلمين الصادقين الذين يعلمون الناس دينهم كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونرى أصحاب الدعوات السياسية بأنواعهم وباختلاف أحزابهم، ونرى مناهجهم الباطلة التي يستميلون الناس إليها إما بالعاطفة وإما بالأموال، ومن جاد بالمال مال العالمون له، والمال فتنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، والمال مرتبط بالفتن ولا شك. وفي آخر الزمان يفتتن أهل الإسلام إلا من عصم الله به، فيصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي لفظ بعرض من الدنيا قليل، فيعجل ويبيع دينه وينقلب وقد خسر الدنيا والآخرة، وهذا هو الخسران المبين كما قال ربنا جل وعلا. الحاصل يا أحبتي، أوصيكم بالحرص على التفقه في دين الله، والفقه لا يحتفل به وينشط له إلا الكمل من الرجال. فإننا معاشر الكرام نعلم أن أسس العلم ثلاث: التفسير والحديث والفقه. فأما التفسير فلفهم كلام الله جل وعلا ومعرفة خطابه ومراده، وذلك بتعلم قواعد علم التفسير، أصول التفسير، حتى نفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزله على نبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم، وجعله خاتم الرسل وكتابه خاتم الكتب والمهيمن على ما سبقه من الكتب. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لجميع الناس هنا، بل إلى الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه. وذلك لأنهم جميعا مخلوقون مربوبون مطالبون بالعبادة لخالقهم، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة لا يمكن أن تكون إلا إذا كانت عن طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، وهم الذين يبينونها للخلق. وهذه العبادة التي أمرنا الله بها لا بد فيها من اتباع من جاء بها، واتباعه صلى الله عليه وسلم ما يمكن أن يتأتى إلا باتباع سنته ومعرفة صحيحها من ضعيفها، فيعمل بالثابت المقبول ويجتنب الضعيف غير المقبول.
فهنا وجب أن يطلب علم الحديث ليعرف به الصحيح من الضعيف، ولا سيما عند لبس أهل الشرور على أهل الإسلام دينهم. فمن لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ وهذا الأمر أعني طلب الحديث وطلب تفسير كتاب الله تبارك وتعالى، كما قلنا القصد منهما الأصل الثالث، وهو الفقه الصحيح المبني على الوحي الصحيح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمبني على كتاب الله تبارك وتعالى، وهو ثمرة التفسير والحديث. فإذا نحن نتعلم التفسير ونقرأ القرآن ونطلب الحديث ونتعلم أصوله حتى نعرف صحيحه ومردوده من مقبوله، إنما هو لأجل الفقه في دين الله. فالثمرة هي الفقه، والغفلة عن ذلك يذهب معها الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه كما حفظه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالشاهد في هذا الحديث أن المقصود من حمل الحديث وتبليغه إنما هو لأجل الفقه فيه، فاحتفلوا بالفقه وبالفقه. وحينما يسمعني سامع ممن طابت سريرته يحملنا على طريق أهل العلم، وأما من ساءت نيته وخبثت طويته فهذا لا حيلة لنا فيه، فإنه يقلب الكلام. وليس بغريب على أهل الباطل أن يقلبوا كلام المتكلم، فقد قلبوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهم أسلاف وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. فيأتيك يقول لك الآن الشيخ محمد صار إيش؟ مذهبي، يدعو إلى التقليد. وهكذا من الأكاذيب التي يعرفها أصغر من عرفنا وقدم علينا وسمع منا. أنا أريد بالفقه الفقه الصحيح، وأريد بالفقه الفقه بمعنى كلمة الفقه، حتى يتبين طالب العلم المتفقه الصحيح، ويتبين الدعي الكذاب الذي لا يريد إلا قيل وقال وإعمال الباطل ومعاول الباطل والهدم في صفوف السلفيين. فإنه لا يكشف إلا بالفقه الصحيح وبالعقل الرجيح. فاحتفلوا معاشر الأحبة واعتنوا بالفقه. والفقه الطرائق إليه معروفة، إما أن تقرأ فيه كتابا من كتب الفقه، وإما أن تقرأ فيه كتابا من كتب متون الحديث. طريقان مسلوكان معلومان، لكن العيب كل العيب هو أن تتعصب لآراء الرجال، فإن كتب الفقه هذه هي تعيننا على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن حينما نقرأها على هذا الطريق حتى نعرف الأحكام ومآخذ هذه الأحكام ومدارك هذه الأحكام، فلا نبقى في الجهالة ولا نبقى في العماية، وأيضا نتميز عن أهل الهوى والغواية. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالهداية للخير، وأن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يجعلنا وإياكم أصدق الناس أو من أصدق الناس في اتباع سيد الخلق. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا دعاة خير وهدى وألفة لا فرقة ومحبة لا عداوة ولا بغضة. وأسأله جل وعز أن يبارك لكم في أوقاتكم وأعماركم، وأن ينفع بكم في بلدانكم. والله مرة أخرى بالحرص على الوقت وإنفاقه فيما يعود علينا بالنفع في ديننا ودنيانا وأخرانا. وأسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.